السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. النهاردة رجعنا تاني لتعليم اللغة العامية مصرية من اللغة الفصحى. هيا نبدأ. هنا العربية فصحى، وهنا العامية مصرية، وهنا معنى إنجليزية. طيب، هنا العربية فصحى. السلام عليكم، من فضلك هل يمكنني الحصول على فول وطعمية؟ دي عربية فصحى، يعني السلام عليكم من فضلك هل يمكنني الحصول على فول وطعمية؟ المصريون يستخدمون الزبون: السلام عليك يا عم، لو سمحت ممكن فول وطعمية؟ الزبون: السلام عليك يا عم، لو سمحت ممكن فول وطعمية؟ هنا الزبون، زبون يعني يعني كاستمر، زبون. طيب، السلام عليك يا عم، يا عم لو سمحت ممكن فول وطعمية؟ لو سمحت يعني من فضلك. من فضلك في اللغة العامية المصرية هم يستخدمون لو سمحت. ممكن فول وطعمية، هناك هل يمكنني الحصول على فول وطعمية؟ وهنا معنى اللغة الإنجليزية. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بكم تريد؟ وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بكم تريد؟ البائع: وعليكم السلام، اتفضل عايز بكام؟ البائع: وعليكم السلام، اتفضل عايز بكام؟ في اللغة فصحى تفضل، وفي اللغة عامية اتفضل، وفي اللغة فصحى بكام تريد؟ بكام تريد، وفي اللغة عامية عايز بكام؟ هنا اللغة الفصحى: أريد ب10 جنيهات فولا محوة، و5 جنيهات باذنجان، و5 جنيهات بابا غنوج، و5 جنيهات طعمية. هنا اللغة فصحى: أريد ب10 جنيهات فولا محوة، و5 جنيهات باذنجان، و5 جنيهات بابا غنوج، و5 جنيهات طعمية. وهنا اللغة العامية المصرية، يعني الزبون، زبون يتكلم عايز ب10 جنيه فول محوت، و5 باذنجان، و5 بابا غنوج، و5 طعمية. هنا أريد ب10 جنيهات فولا، ده لغة فصحى. وهنا اللغة عامية مصرية، عايز ب10 جنيه. هنا مفروض يعني في مصريون يستخدمون جيم، يعني بنوعان، يعني جيم أو غين. طيب، لو نستخدم بالغين نتكلم عايز ب10 جنيه، عايز ب10 جنيه فول محوت. فول محوت يعني فول محوت، مثلا لو أنت تريد أن تذهب إلى يعني اسمه دي مكان الفول والطعمية الفلافل هكذا، لو تتكلم يعني أريد فول محوت أو عايز فول محوت، يعني هو يدفع يجيب لك فول محوت، مثلا في الفول يحط طحينة والزيت وتوابل والحاجات دي الأشياء. عايز ب10 جنيه فول محوت. وبعدين نتكلم 5 باذنجان، 5 باذنجان. وهنا نون، بعض الناس هم يستخدمون نون يعني لام، باذنجال، يعني الناس يتكلم، بعض الناس يتكلم باذنجال، أو بعض الناس يتكلم باذنجان هكذا. طيب، و5 بابا غنوج، هنا بعض الناس يتكلم بابا غنوم آخر ميم، أو بعض الناس يتكلم بابا غنوج، يعني جيم يعني غين. مصريون يستخدمون جيم يعني غين، أو جيم يعني جيم. طيب، لو نتكلم جيم يعني غين نتكلم بابا غنوج. لو نتكلم بابا غن يعني جيم يعني جيم نتكلم بابا غنوج. و5 طعمية، و5 طعمية. وبرضو بعض الناس طعمية، الناس تتكلم فلافل، فلافل يعني طعمية. ده في الإسكندرية، يعني بعض الناس من الإسكندريون هم يتكلم طعمية يعني فلافل. لو أنت تتكلم أنا أريد يعني طعمية، أو أنا عايز طعمية، بعض الناس هم مش يفهم، يتكلم إيه ده، أنت عايز إيه، يعني أنت ماذا تريد. لو تتكلم فلافل هم يفهم على طول، يعني أنت تريد طعمية أو أنت عايز طعمية هكذا. طيب، هنا اسمها دي هنا لغة فصحى: أريد ب10 جنيهات فولا محوة،
وخمسة جنيهات باذنجانا، وخمسة جنيهات ببغنوج، وخمسة جنيهات طعمية. هذه اللغة فصحى. وهنا اللغة عامية مصرية يستخدمون عايز ب10 جنيه فول محوط، 5 باذنجان، و5 ببغنوج أو ببغنوج، و5 طعمية أو 5 فلافل. بعدين نتكلم حسنا، هل تريد شيء آخر؟ حسنا، هل تريد شيء آخر؟ هذا الكلام للبائع. هنا مكتوب البائع. طيب، عايز حاجة تاني؟ طيب، عايز حاجة تاني؟ طيب، عايز حاجة تاني؟ حسنا، هل تريد شيء آخر؟ هل تريد شيء آخر؟ هنا لغة فصحى واللغة عامية. طيب، عايز حاجة تاني؟ عايز حاجة تاني. جيم يعني جيم أو جيم يعني غين، نستخدم بنوعان، عايز حاجة تاني أو عايز حاجة تاني هكذا. وهنا لو نتكلم للبنات نتكلم عايزة، هنا آخر أحط تاء مربوطة، عايزة حاجة تاني، عايزة حاجة تاني هكذا. بعدين نعم، أعطني أيضا 5 جنيهات باذنجانا مخللا، و5 جنيهات شكشوكة، وسندويش فول مع بيض، وأريد فولا مشكلا ب15 جنيهات. هنا اللغة فصحى واللغة عامية نتكلم أيوة، هات لي كمان 5 جنيه باذنجان مخلل، أو نتكلم باذنجال مخلل. هات لي كمان 5 جنيه باذنجال مخلل، و5 شكشوكة، وسندويش فول بالبيض. هو عايز فول مشكل ب15 جنيه، ب15 جنيه. هنا اللغة فصحى أعطني، نتكلم في اللغة عامية هات لي، هات لي. أيضا نتكلم في اللغة فصحى ونتكلم في اللغة عامية كمان. أيضا لغة فصحى كمان لغة عامية. 5 جنيه باذنجان مخلل، باذنجان مخلل، و5 شكشوكة، وسندويش فول بالبيض، وعايز فول مشكل ب15 جنيه، كله نفسه شوية يعني قليل. هنا اللغة عامية حسنا يا حبيبي، انتظر قليلا أو اجلس هناك، سأعطيك كل شيء كما تريد. لغة فصحى حسنا يا حبيبي، انتظر قليلا أو اجلس هناك، سأعطيك كل شيء كما تريد. يعني مصريون يستخدم لغة عامية تمام، تمام يا صاحبي، عيني. هم يستخدمون تمام يا صاحبي، عيني، عيني يعني ماشي تمام، عيني هكذا الأشياء. يعني هم يشتغل أو يهتمك بشغلك هكذا يتكلم عيني. يتكلم استنى شوية، إما يتكلم استنى شوية أو يتكلم اقعد شوي، اقعد هناك. يعني مصريون يستخدمون قاف يعني غين، بعد الأوقات قاف يعني غين، بعد الأوقات قاف يعني همزة. طيب لو نستخدم قاف يعني همزة نتكلم اقعد، اقعد، اقعد هكذا. طيب لو نستخدم غين نتكلم اقعد، اقعد هكذا. طيب يعني اثنين هم يفهمون. تمام يا صاحبي، عيني، استنى شوية. إما يتكلم استنى شوية أو يتكلم اقعد هناك. يعني مثلا لو هناك جنب الفول أو طعمية لو موجود كراسي ترابيزة هكذا، هم يتكلمون أو هو يتكلم يلا اقعد هناك شوية أو اقعد هناك شوية هكذا. استنى شوية أو اقعد هناك. هجيب لك كل حاجة، هجيب لك كل حاجة زي ما انت عايز، هجيب لك كل حاجة زي ما انت عايز، هجيب لك كل حاجة زي ما انت عايز. هجيب لك لغة فصحى سأعطيك. نحن تكلمنا من زمان سين، نتكلم سين وسوف في اللغة فصحى وكمان للمستقبل. لكن للمصريين يعني المصريين هم يستخدمون سين، بدلا من سين يتكلم ها. سأعطيك يعني هجيب لك، سأعطيك هذا للمستقبل، وهناك هجيب لك كمان للمستقبل، أيضا للمستقبل. سأعطيك يعني هجيب لك. كل شيء يعني كل حاجة، كل شيء لغة فصحى، كل حاجة لغة عامية. زي ما انت عايز، زي ما انت عايز يعني كما تريد في لغة فصحى، كما تريد، كما تريد. واللغة عامية زي ما انت عايز، زي ما انت عايز هكذا.
طيب يا اخواني، نحن انتهينا اليوم، ان شاء الله سنرجع تاني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.